تخيل كده معايا انك عايز تبدأ مشروع جديد، عايز تاخد قرار تغيير، عايز تغير، عايز تحط هدف كبير في حياتك وتحققه، عايز تبدأ جيم، شغل معين، عايز تبدأ قناة يوتيوب، عايز تتعلم مهارة معينة، عايز تكون اي عادة بسيطة زي القراءة او الالتزام بالاكل الصحي. في الاول الدنيا بتبقى نار، في حماس وفي تشجيع كده وفي طاقة، وعايز تهد الدنيا، بيبقى في حماس عالي والطاقة، احس انك مرة واحدة كده هتتغير وهتغير كل شيء. واول اسبوع بالفعل الدنيا بتبقى ماشية بشكل ممتاز، العشر ايام الاولى الدنيا بتبقى لسه كويسة، الاسبوع الثالث مثلا بيبقى بيحصل شوية تباطؤ لكن الدنيا لسه ماشية. الشهر التاني هنا بقى اغلب الناس بتبدأ تريح، وبعد حوالي 90 يوم 9 من كل 10 اشخاص تقريبا ما بيكملش الحاجة اللي بدأها واللي كان ناوي فعلا ان هو يكملها للاخر لحد ما يحقق حاجة او يوصل لنتيجة معينة. اغلب الناس ما بيكملوش بعد 90 يوم، مش لانهم فشلوا او ما عرفوش يعملوا الحاجة اللي المفروض تتعمل دي بالشكل المثالي ليها او بالشكل اللي يجيب منها نتيجة، ولكن انهم وقفوا قبل ما النتيجة تظهر اصلا. وخلينا نسأل السؤال المهم، ليه 99.3% من الناس بيقفوا قبل 90 يوم من تكوين عادة جديدة او ان هم يحطوا هدف ويستمروا على بلان او خطة معينة لحد ما يوصلوا للهدف ده؟ الإجابة هي مش إن هم ناس ضعيفة ما عندهمش إرادة أو الناس كسالى، ولا حتى قلة الإرادة زي ما الناس بتكون فاكرة، ولا مفيش انضباط مثلا، ولكن الموضوع فيه عمق أكبر من اللي احنا بنشوفه بيه. المرحلة الأولى، وهم البداية. أول ما تبدأ أي حاجة جديدة عقلك بيبقى شغال على وضع اسمه أنا بدأت يبقى خلاص هتغير، لكن الحقيقة هي إن البداية دي مجرد إعلان مش نتيجة. انت في اول 30 يوم مش بتبني جسم جديد مثلا، ولا شغل جديد، ولا نسخة جديدة افضل منك، انت بس بتكسر النسخة القديمة، بتبدأ تحط كده مسمار في هويتك القديمة اللي كانت مرجعك ورا وعايز تتخلص منها وتكون هوية جديدة. انت لسه شغال على هدم القديم، مش اوريدي بدأت في بنى الجديد. وده يعتبر اخطر جزء، لانك هنا انت مش شايف مكسب واضح من المجهود اللي بتحطه. يعني في الجيم مثلا انت ممكن تتمرن شهر مفيش فرق واضح في المراية فتريح. في الشغل ممكن تشتغل كتير ومفيش دخل بيزيد بسرعة. وانت بتتعلم اي حاجة ممكن تقرأ وتتعلم ولكن مفيش نتيجة ملموسة للتعلم اللي انت بتعلمه ده، فالعقل بيبدأ يقولك طب ما نوقف، اصل مفيش فايدة واضحة من اللي احنا بنعمله، فاحنا مستمرين ليه؟ وهنا بالظبط 50% من الناس بيخرجوا بره اللعبة. المرحلة التانية هي منطقة اللا نتيجة، ودي تعتبر اخطر مرحلة في اي رحلة. من يوم 30 لحد يوم 90 تقريبا انت بتشتغل لكن مش شايف مقابل، بتبني لكن مش شايف شكل نهائي لسه للحاجة اللي انت بتبنيها، كأنك بتحفر في الارض ومش عارف في كنز ولا مفيش حاجة. اللي بيكمل هنا مش الأقوى، اللي بيكمل هو اللي فهم حاجة واحدة بس، النتيجة مش فورية لكنها مضمونة لو استمريت بتوفيق ربنا طبعا. المشكلة ان اغلب الناس بتتعامل مع التغيير كأنه فيلم سريع، كأنه شورت، كأنه ريل كده، كأنه فيديو على تيك توك، لكن هو في الحقيقة مشروع طويل بيتطلب نفس طويل، بيتطلب مجهود وصبر ووقت. والحقيقة اللي محدش بيقولها خالص هي ان الجسم، العقل، المهارة وكل حاجة فيك بتحتاج وقت علشان تعيد البرمجة. 90 يوم هو مش رقم عشوائي كده محطوط وخلاص، ده تقريبا الحد الأدنى اللي بيبدأ فيه السلوك الجديد يتحول لهوية جديدة. يعني ايه الكلام ده؟ في الأول أنا واحد بيلعب رياضة، بعد 90 يوم أنا شخص رياضي. في الأول أنا بحاول ألتزم، بعد 90 يوم أنا شخص ملتزم. الفرق هنا مش في الفعل، الفرق في الهوية اللي اتكونت. المشكلة الحقيقية هي إن الناس بتتعلق بالنتيجة مش بالنظام، مش بالسيستم. 99% من الناس بتفكر كده، أنا بتقول لنفسها أنا إمتى هتغير، لكن اللي بيفوز فعلا في الحياة وبيحقق أهدافه فعلا هو اللي بيفكر بطريقة مختلفة شوية شويتين تلاتة، وبيقول لنفسه إزاي أعيش النظام اللي أنا حطيته ده يوم ورا يوم بدون ما أي شيء يتغير، علشان أضمن الوصول للنتيجة اللي السيستم والنظام ده اتحط ليها
من الاساس. اللي بيفوز وبينجح وبيحقق اهدافه مش اللي بيحط هدف كبير وبس، ولكن اللي بيبني نظام صغير بيتكرر كل يوم ويفضل ملتزم عليه، حتى لو مش حاسس ان هو متحفز او حاسس بتشجيع للالتزام بالنظام اللي هو حاطه. طيب ازاي تعدي ال90 يوم فعليا؟ انت مش محتاج معجزة، انت محتاج شوية قواعد بسيطة محتاجك تتأمل فيهم وتفكر فيهم وتطبقهم بشكل عملي. القاعدة الأولى هي ما تستناش إحساس الحماس أو التشجيع. الحماس مش ثابت، لو اعتمدت عليه هتقع، لأن الحماس هو مجرد شعور معين، والمشاعر متغيرة ومتقلبة بناء على الظروف الخارجية ورد فعلك على الظروف دي. القاعدة التانية هي ركز على النهاردة وبس. ركز على النهاردة، ما تركزش على بكرة، مش على الشهر، مش على السنة. ركز على النهاردة. قول لنفسك أنا النهاردة عندي مهام معينة لازم التزم بيها، والمهام دي بتخدم الهدف اللي انا حاطه واللي عايز اوصله بعد شهر او 2 او سنة، ولكن انا مركز على مهام اليوم فقط، لان مهام اليوم هي بتتكون يوم بعد التاني، وبتكون شهر من الالتزام وشهور وسنين من الالتزام، وتوصلك لحتت بعيدة قوي فعلا. القاعدة الثالثة هي خليك ماشي حتى لو 1% بس تقدم. اهم شيء هي ان السلسلة اللي انت حطيتها من التقدم ما تتكسرش بتقاعس او كسل او احباط او فقدان للامل. التزم دايما ان كل يوم بتعمل 1% من اللي مفروض تعمله علشان توصل لأهدافك. 1% بعد سنة انت متخيل انك عملت حوالي 3 أضعاف اللي مفروض تعمله علشان تحقق الحاجة اللي انت عايز تحققها، فأكيد هتحققها. يعني الموضوع بالبساطة دي، كل يوم اعمل 1%. 1% زائد 1% زائد 1%، انت بتتكلم في تقدم مش متخيل نتيجته بعدين بشكل تراكمي طبعا. القاعدة الرابعة هي ما تقيسش بدري، يعني لا تقيس يعني التقدم بتاعك بشكل مبكر. النتائج بتخدعك لو قستها بشكل مبكر. النتائج بدري بتحبطك مش بتخليك متحفز، خصوصا ان في الاول النتائج بتكون صغيرة ان كانت موجودة اصلا، لانها بتحتاج وقت في الاول علشان تبدأ يدوبك تبان. بس صدقني بعد فترة هتلاقي ان النتائج دي بتبان بشكل مضاعف في وقت اقل من اللي كان موجود في الاول. الخلاصة هي ان الناس مش بتفشل لانها مش قادرة تعمل اللي المفروض تعمله، الناس بتفشل لانها بتكون مستعجلة على النتائج. 99.3% من الناس بيقفوا قبل 90 يوم مش لانهم ضعاف، لكن لانهم استهانوا بقوة الوقت. اللي بيكمل مش اللي عنده طاقة اكتر، لكن اللي عنده صبر اطول. وفي الاخر الحقيقة بسيطة جدا وواضحة جدا. الاستمرارية مش مهارة، ولكنها قرار يومي انك ما تسيبش نفسك ترجع لنقطة الصفر. وخلي بالك انت لو النهاردة عملت اللي عليك وبكرة وقعت، فاللي انت وقعته بكرة ده ما بينفيش ابدا المجهود اللي اتحط على مدار ايام اسابيع او شهور. المهم يكون عندك عقلية انك لو في يوم ضاع فما تخليهوش يتحول لاسابيع وشهور وعمر ضايع. اتمنى يكون الكلام ده نبهك لحقيقة انت محتاج تدركها علشان تبدأ تاخد خطوات فعلية في الخطة اللي انت حاططها لنفسك، اللي انت عارفها. انا معرفش ايه خطتك، معرفش ايه اهدافك، انت اضرب اهدافك مني، وانت عارف قد ايه انت محتاج فعلا تحققها. لو مش النهاردة فبعد فترة. مش هحدد لك قد ايه علشان ما كنش ببيع لك برضو حلم هيتحقق بعد فترة. ما تبصش للموضوع ان بعد شهر او بعد سنة، بص للموضوع لانك طول ما انت بتعمل اللي المفروض تعمله فاكيد هتوصل له. ربنا بيقول وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. انت مالكش غير اللي انت بتسعى ليه والمجهود اللي انت بتحطه، والمجهود ده ربنا شايفه وهيكافئك عليه. ربنا ما بيظلمش حد. اتمنى يكون الفيديو ده فادك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.